وبعد بقى ما خلاص ظبطنا مع بعض الكاميرا اللي موجودة معانا، عايزين نبدأ ندخل ونسلح ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي. في البداية بقى هقولك تعالى نبدأ نشوف النموذج بتاعي بتاع الكاميرا دي كام، عشان لما ادخل على السكادول ابدأ اجيب القيم بتاعتي بتاعة التسليح، فلاقي ان الكاميرا دي موجودة معايا B2 250 في 600. لو انا بقى جيت من هنا على الجدول وبدأت ابص على البيم reinforcement، هلاقي B2 موجودة معايا هنا والله. التسليح السفلي بتاعها موجود معايا ب3 فاي 16. هتلاقي عندك هنا حديد C5. واللي مش فاكر، لو احنا جينا من هنا وبصينا على الجنرال ديتيل، هتلاقي الC5 ده الحديد اللي بيبقى عندي ما بين كاميرتين، اللي هو الحديد العلوي المشترك. بس انا هنا بطبق على كاميرا سيمبل، فانا مش هيبقى عندي الحديد بتاعي بتاع الC5 ده، ولا هكون محتاجه في حاجة. اللي انا هبقى محتاجه بقى الحديد بتاعي بتاع الميد سبان اللي هو الدي، والحديد بتاعي اللي بيبقى معايا عند السبورت اللي هو الC1. لو احنا جينا من هنا برضو بصينا، هتلاقي ان ده كده معايا الC1، وده كده هيكون معايا الدي. فهنلاقي بقى من هنا قيم التسليح بتاعي، هتلاقي 2 فاي 12 ده الحديد العلوي بتاع التعليق، و2 فاي 16 ده الحديد بتاعي اللي عند السبورت. وبرضو القيم بقى بتاعت الحديد دي او الاطوال بتاعت الحديد دي، لو بصينا هنا في الجنرال ديتيل هلاقي ان انا الحديد بتاع C1 اللي بيبقى عند الركيزة ده، بمشي فيه من وش العمود او الركيزة اللي موجودة قدامي ده بمسافة تلت البحر او 65 الفاي. هشوف ايه الاكبر ما بينهم وهبدأ ان انا اطبقها، يبقى 65 الفاي او تلت البحر. وهلاقي كمان اني بعمل سبلايس ما بين الحديد بتاع الدي والC1 اللي هو علوي التعليق، والحديد بتاع الركيزة بقيمة 25 الفاي. طيب تمام. بعد بقى ما خلصنا التسليح الرئيسي اللي معانا، نبدأ ندخل ونبص على الكانات. فلقيت والله الكانات عندي موجودة فاي 8 كل 200، سواء كانت في الليفت او في السبان او في الرايت. فكده السبيسنج بتاعت الكانات بكامل طول الكاميرا هتكون موجودة معايا 200، وهتكون قطر 8. فانا كده خلاص طلعت بالداتا اللي انا محتاجها علشان ابدأ ان انا اسلح B2 معايا. فكده هنبدأ بقى مع بعض نخش في اول خطوة موجودة معانا في جزء الشوب دروينج بتاعي ده، ان انا هبدأ اعمل بيم ريبار موديلنج. خلونا بقى نفتح الريفت ونشوف هنعمل الكلام ده مع بعض ازاي. هفتح بقى السكشن اللي انا كنت واخده، هقول له كليك يمين جو تو فيو، وممكن بالمرة اجي اعمل تاج للكاميرا اللي موجودة قدامي. احط التاج بتاعها كده، وابدأ كمان احط سبوت اليفيجن. اشيل من هنا بس الليدر واحط السبوت اليفيجن بتاعي. طيب، علشان احط التسليح الرئيسي بتاعي بتاع الكاميرا، فاول حاجة واول خطوة هاخدها ان انا هحط الكانة، لان انا بناء على الكانة هبدأ ان انا اظبط لوكيشن الحديد بتاعي، سواء كان علوي سواء كان سفلي وهكذا. فعشان بقى احط الكانة، فهقول له تعالى من هنا والله خد لنا سيكشن، وخلينا نبدأ نشوف الكاميرا بتاعنا دي فين. علشان اقول له كليك يمين جو تو فيو، وابدأ اقول له تعالى عايزين نحط الكانة بتاعي. هتلاقي الكاميرا بتاعك دي هي الكاميرا اللي في النص، ولو عايز تعرفها تعالى سلكت عليها من هنا، هتلاقيها ظهرت معاك زي ما احنا شايفين دلوقتي. فخلاص كده الكاميرا موجودة قدامي. لو الحديد بقى بتاع البلاطة والسكشن ده مضايقك، فعادي ممكن اجي من في وهدخل هنا على السكشنز، هبدأ ان انا اخفيها، وهدخل على الفلترز، هبدأ اضيف الفلتر اللي انا مكريته علشان الكاميرات. اقول له اي حاجة، اي حديد عندي البارتيشن بتاعه لا يحتوي على بيم، انا عايزك تيجي والله وتبدأ ان انت تخفيهولي، وهقول له من هنا اوكي. طيب، فهبدأ بقى دلوقتي اني امسك الكاميرا بتاعي، وهاجي من امر ريبار، وهبدأ اختار الشيب بتاعي بتاع الكانة، واللي انا هلاقيه موجود معايا هنا 51_2. طبعا لما هتيجي تحط الحديد مش ظاهر معاك، لان انت مش ظابط عندك البارتيشن. فهاجي من هنا هقول له تعالى اظبط لي بقى البارتيشن ده، هقول له بيزمنت شرطة بي. هاجي بقى احط الكانة دلوقتي، هتلاقيها بتنزل معاك عادي خالص بدون اي مشاكل. فهبدأ ان انا انزل الكانة بتاعي، وهاجي من هنا هختار القطر بتاعي اللي هو فاي 8، وهتلاقيها طبعا اتلونت معانا زي ما احنا كنا مظبطينها مع بعض في السب كاتيجوري. فطيب تمام، انا كده حطيت الكانة بتاعي. طب هندسة والله انا بالمرة
عايز اجي وابدا ان انا اظبط القفل بتاعي بتاع الكانه، لان القفل ده كده مش مظبوط. وحتى عشان تشوفه بشكل اوضح، لو انا جيت افرد هلاقي طوله معايا ب71. وعلشان بقى نظبط مع بعض القفل بتاعنا بتاع الكانه، فهاجي من هنا اختار الحديد بتاعي، وهبدا باول حاجه ان انا هشوف القفل بتاعي بتاع الكانه ده. والله انا عندي كان اسمه ايه؟ فهلاقي والله ان الهوك موجود معايا ات ستارت اسمه ستيرب تاي 135. طيب انا ليه بقول لك تعرف الاسم ده؟ عشان هقول لك بعد كده هتبدا تقول له تعالى من هنا واعمل لنا edit type. بعد كده هتخش من الدايمنشنز هتلاقي عندك حاجه اسمها هوك لينس، تعالى من هنا برضو وقول له edit. ابدا بقى دور لي على الاسم بتاع الهوك اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو الستيرب تاي سيزميك 135. هبدأ بقى والله ابص القفل ده موجود معايا فين، فلاقيه ان هو موجود معايا هنا تحت، اللي هو الستيرب تاي سيزميك 135 درجة. علشان بقى نعدل قيمة القفل بتاعنا، فباجي اعدلها عندي من الهوك لينز. فاول حاجة هاجي من هنا على اوتو كالكوليشن، وهبدأ اشيل من هنا علامة الصح. انا دلوقتي شغال على حديد فاي 8، فقيمة القفل بتاعي دي هي 10 الفاي، ف10 الفاي 10 في 8 تطلع معايا ب80. هقول لك كل اللي هنعمله، هنيجي بس من هنا هنقول له 80، وهاجي هقول له من هنا اوكي. يبقى انا كده والله خلاص، لو جيت من هنا وقلت له برضو اوكي، هتلاقي ان هو اوتوماتيك ظبط لك قيمة القفل بتاعك. طيب انا دلوقتي بقى سمعت كلامك وخلاص رسمت الكيانة بتاعي، فهبدأ ان انا ادخل على بقى السكشن اللي موجود هنا ده، وهبدأ اوزع الحديد. فاقول له خليهولي ماكسيمم سبيسنج، وخليها لنا ب200 زي ما هي كانت موجودة. طب هندسة والله احنا كده خلاص حطينا الكنات، عايزك بقى تيجي وتبدأ تحط لي الحديد الرئيسي بتاعي. فهمسك برضو من هنا الكاميرا وهقول له تعالى من امر ريبار. اول سيخ هحطه معايا هو الحديد السفلي اللي كان موجود معايا قيمته ب3 فاي 16. فهاجي من هنا بقى وهختار اليو شيب اللي موجود معايا اللي هو شيب 21. طبعا البارتيشن بتاعي مظبوط، فهبدأ ان انا بكل سهولة احط والله السيخ بتاعي. هنظبط بقى من هنا القطر بتاعنا، نبدأ نخليه فاي 16. طبعا الحديد اللي قدامي ده كده مش مظبوط، انا محتاج ابدأ ادخل السيخ بتاعي بتاع الكاميرا ده جوه العمود. فهسحب الحديد بتاعي من الهاندل كده لحد ما يقف معايا عند الكفر، وهعمل برضو نفس الموضوع ده هناك لحد ما يقف والله معايا عند الكفر. طيب يبقى انا كده خلصت اول خطوة، ان انا حطيت السيخ ودخلته كمان معايا جوه في العمود. طب هندسة والله يا طول الرجل اللي موجودة قدامي دي محسوبة عندي بناء على ايه؟ هقولك والله ان طول الرجل دي المفروض عندي تكون محسوبة بناء على قيمة ال دي. طب انا قيمة ال دي عندي هنا اصلا كام؟ هقولك ان انت دلوقتي شغال في حديد كام؟ والله انا شغال في حديد فاي 16، فهاجي اقول له 16 في 50، هلاقي القيمة دي معايا ب800. طيب انا برضه لسه عايز احسب طول الرجل، احسبها ازاي؟ هقولك والله شوف مسافة الدخول عندك جوه العمود كام، والمسافة الباقية من ال800 هتبقى هي قيمة طول الرجل. طب تعال نشوف الموضوع ده بشكل عملي. هاجي من هنا هاخد دايمنشن من وش العمود لحد فين؟ والله لحد نهاية السيخ. لقيت المسافة دي عندي 470. طب انا محتاج كام دلوقتي على 470 عشان يبقوا معايا 800 اللي هي قيمة ال دي؟ فاقول لك والله 800 ناقص 470، هلاقي نفسي ان انا محتاج عندي 330. فخلاص انا كده عرفت ان انا من هنا هاجي اظبط طول الرجل بتاعي واخليها 330، او ممكن برضو وانا دايس على السيخ اظبطها معايا هنا من البروبرتيز واخليها عندي من هنا تبقى 330. وخلي بالك برضو من حاجة، لو انت بقى جيت تحسب مسافة الدخول بتاعك اللي هي المسافة بتاعت 470، وجيت لقيت مثلا يعني ممكن نقول الكاميرا دي كام؟ الكاميرا دي معايا ب600، وانا عندي كان الكفر بتاع الكاميرات اللي موجود معايا ده كان عبارة عن 30، فممكن اقول 600 ناقص 30 ناقص 30. طيب انا ليه برضو حسبت الحسبة دي وانا ايه اللي انا عايز اوصله لك؟ هقولك برضو لو انا جيت من هنا وبدأت احسب المسافة بتاعتي بتاعت الدخول جوه العمود بتاعي بكام، لقيت ان المسافة اللي انا دخلتها مثلا جوه العمود دي بقيمة 200. طيب انا دلوقتي طول ال دي بتاعي ده 800، فهاجي اقول له والله 800 ناقص 200، هلاقي ان انا عايز اعمل رجل بقيمة 600. طيب لما هاجي هعمل دلوقتي رجل بقيمة 600،
انا اصلا الكاميرا عندي دي ب600، فلما الكاميرا تبقى ب600 وهطرح منها الكفرين هيصفي لك مسافة في الاخر اللي هي ب540. طب دلوقتي المسافة اللي مسموحة لي هي 540، وانت دلوقتي كمان بتقولي تعالى لا خليها لي تكمل معاك ال دي، فانت هتبقى عايزها برضو معاك ب600. هقول لك والله بقى الشائع معايا في الحالة دي في الشغل ان انا لما بيبقى عندي مش موفية ال دي ببدأ ان انا اكتفي بقيمة السمك بتاع الكاميرا وبطرح منها 2 كفر. يعني انا مش هخلي الرجل دي ب600، انا بخليها عندي على طول ب540، وده الشائع واللي هيقابلك معاك في الشغل. طيب دي كانت ملحوظة سريعة كده انا حبيت اقولها لكم. تعالوا برضو نطبق نفس الموضوع ده معايا في الجزء التاني. هاخد دايمنشن معايا من هنا، لقيت المسافة دي ب470، يبقى انا خلاص اوتوماتيك عايز اخلي الرجل دي ب330. فتعالوا دي نظبطها معانا من البروبرتيز، هخليها عندي من هنا ب330. طيب هدوس بقى على السكشن واقول له كليك يمين وجو تو فيو عشان اشوف شكل السيخ. هتلاقي والله السيخ ظابط معاك على طول مع الكانة، عشان كده كنت بقولك في البداية لازم ابدأ ان انا ارسم الكانة. هبدأ اوزع بقى السيخ بتاعي، فاقول له خليهولي من هنا فيكسد نمبر، وانا فعلا عايز العدد بتاعي ده يكون معايا ب3. يبقى انا والله زي ما انت شايف كده خلصت معاك الحديد السفلي. تعالوا بقى نبدأ مع بعض الحديد العلوي. فهاجي برضو همسك الكاميرا بتاعي واقول له تعالى نعمل من هنا ريبار، بس المرة دي انا مش عايزه يو شيب، انا عايز السيخ بتاعي ده يبقى ال، فاختار من هنا شيب 11. فهبدأ ان انا احط السيخ بتاعي زي ما احنا شايفين كده. القطر هنا هيبقى معايا كام؟ لو انت برضو فتحت السكادول هتلاقيه موجود معاك ب2 فاي 16. فهبدأ اقول له خلي لي السيخ بتاعي ده فاي 16، وهظبط اللوكيشن بتاعه ان انا هبقى مظبطه عندي مع الكفر. بس طبعا هتلاقيه ضارب معاك كده زي ما انت شايف من فوق، فهبدأ ان انا اسحبه مثلا، او ممكن ان انا ادخل في السكشن اقول له كليك يمين وجو تو فيو، وتعالى نبدأ ان احنا نحرك السيخ بتاعنا بحيث ان الموضوع معايا يبقى ادق. فانا كده خلاص برضو حركت السيخ بتاعي. وبالمرة تعالى نبدأ ان احنا نوزعه، فهقول له فيكسد نمبر عادي برضو خالص مفيش مشكلة. لو لقيت السيخ بتاعك ده طلع عندك بره حدود الكاميرا، فهبدأ ان انا ادوس على السيخ، ومن الاسهم هبدأ ان انا احركه معايا تاني، وهظبط برضو العدد بتاعي هخليه يبقى معايا ب2. طيب انت كده عملت اول خطوة ان انت رسمت السيخ وان انت كمان وزعته، وانا بقى دلوقتي عايز ابدأ اظبط الطول بتاعي. فهبدأ ان انا اشوف القيمة بتاعة السبان اللي عندي ده كام. لقيت والله القيمة دي موجودة معايا ب2410. طيب لو انتوا فاكرين احنا كنا المفروض هنقارنها عندنا بايه، هقولك هبدأ ان انا اشوف تلت البحر او 65 الفاي وهاخد المسافة الاكبر. فانا لو جيت من هنا قلت له 2410 على التلاتة، هلاقي المسافة دي طالعة معايا ب800. طيب ما تيجي نشوف 65 الفاي، هقول له والله 65 في 16، هلاقي المسافة دي طالعة معايا ب1040. فبالتالي لو جيت من هنا وبصيت ال1040 أكبر ولا 800، فطبعا ال1040 هي الأكبر معايا. فهبدأ بقى إن أنا أظبط طول السيل ده بحيث إن أنا أبقى طالع من وش العمود القيمة بتاعتي بتاعة ال1040. فعشان أعدل بقى الحديد فقدامي طريقة من طريقتين، إن أنا آجي من هنا وأقول له تعالى اعمل لي edit sketch، وآخد dimension من هنا واقول له تعالى خلي لي البعد ده معايا ب1040. فطبعا ممكن تلاقي السيخ بتاعك ضرب من ورا كده، فهبدأ اقول له تريم، تعالى اعمل لي تريم الدمع ده، واقول له من هنا فينش. هتلاقي على طول ان هو ظبط لك المسافة دي بالقيمة اللي انت عايزها اللي هي ال1040. بس انا برضو عايز اقول لك ان انا بقى معايا حل اسهل، واحنا كنا شرحناه مع بعض في البلاطات. لو انت فاكر هتلاقيني كنت كلمتك عن الكونسترين، فبالتالي الكونسترين دي من احسن الحاجات والحاجات اللي بتبقى كويسة جدا معايا، بالذات لو انا عندي تعديلات في تسليح الكاميرات. فعشان اشتغل بيها هبدأ ان انا امسك السيخ واقول له تعالى اعمل لي ايد الكونسترين. هختار نهاية السيخ بتاعي، وهختار وش العمود اللي انا عايز اظبط معاه المسافة بتاعي، وهقول له والله تعالى من هنا بكل سهولة خلي لي المسافة دي 1040، وهقول له فينش. هتلاقي خلاص اوتوماتيك ان هو ظبطها لك. والميزة كمان بقى في الكونسترين ان انا لو جيت عندي هنا قطاع العمود ده اتغير، فسي مثلا لقيت ان القطاع ده بقى زي الحيطة اللي موجودة قدامي دي،
هقول له من هنا عادي unjoin. هتلاقي دايما ان هو مثبت لك المسافة من وش العمود لنهاية السيخ بالقيمة بتاعك بتاعة ال1040. طيب انا كده ظبطت الحتة دي، هبقى برضو محتاج اظبط طول الرجل. فهتلاقي طبعا المسافة بتاعة الدخول هنا هتلاقيها زي ما كانت معايا تحت ب470، فهبدأ ان انا اظبط بقى طول الرجل بتاعي من هنا وهخليه والله ب330. يبقى انا رسمت السيخ اللي موجود معايا في الحتة دي. نفس السيخ ده هيبقى معايا زيه بالظبط الناحية التانية. فاسهل طريقة ان انت بقى ما تعملش موديل للكلام ده مرة تانية، اسهل طريقة ان انا هعمل ميرور للحديد ده. فممكن ابدأ ارسم ديتيل لاين اللي انا هعمل من خلاله الميرور، وهمسك السيخ واقول له تعالى اعمل لي ميرور درو اكس، واختار السنتر لاين بتاع اللاين بتاعي. هتلاقي والله السيخ بتاعك ده راح زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو انا دخلت برضو هتلاقي التوزيعة بتاعه مظبوطة وكل حاجة معانا تمام. بس انا والله هندسة عندي مشكلة وانت شايفها، تقدر تفكر وتقولي هي ايه؟ طيب المشكلة اللي عندي دلوقتي ان انا السيخ العلوي اللي جاي معايا من الركيزة اللي هنا والسيخ العلوي اللي جاي معايا من الركيزة اللي هنا الاتنين قريبين من بعض جدا. فبالتالي لما انا هبدأ اعمل حديد علوي واعمل الوصلة بتاعي، فلأ الكلام ده عندي ما ينفعش، لان انا دلوقتي الحديد بتاعي ده بقى يعتبر لازق عندي في بعضه. طب حل الموضوع ده يبقى معاك ايه؟ لما تلاقي الحديد بتاعك قريب جدا من بعض كده ولازق في بعض، فحل الموضوع ان انت بتعمل سيخ كامل من الاول للاخر، وما بتبداش ان انت تفصل الحديد بتاعك. والسيخ اللي من الاول للاخر ده هيشتغل معاك عند الركيزة عادي، وهيشتغل معاك عادي حديد تعليق وهتعلق عليه الكانات. فبالتالي انا همسح السيخ ده وهبدأ امسك السيخ اللي قدامي وهقول له edit sketch، وهبدأ ان انا اعدل عليه بحيث ان السيخ ده يبقى موجود معايا حرف يو. فهرسم الرجل بتاعي كده وهقول له تعالى اعمل لي تريم، وهقول له من هنا فينيش. عاوز اظبط طول الرجل بتاعي فهخليها برضو 330. وانا قاصد برضو اعدل من البروبرتيز بحيث ان انت تبقى عارف ان انت تقدر تعدل من اي حاجة موجودة قدامك، مش معتمدين على حاجة معينة. وطبعا زي ما احنا شايفين ان الدبس بتاعنا بتاع الكاميرا دي كان 600، فبالتالي انا مش هكون عندي محتاج لاي حديد سايد بار، لان انا السايد بار كان بيشتغل معايا من الدبس الاكبر من 800 زي ما احنا شايفين هنا. فبكده والله خلاص شفنا مع بعض ازاي هنسلح الكاميرا بتاعنا بكل سهولة.